وانت بقى بتشتغل ايه؟ نعم يا فندم. ايه ده؟ انا بشتغل كاشير. بس اشمعنى السؤال يعني؟ ليه وانت خريج ايه اصلا؟ ايه علاقة انا بشتغل بايه بخريج ايه؟ بس عموما يعني حاجة ولا حضرتك يعني خريج اعلام القاهرة. اعلام القاهرة؟ حرام عليك يا ابني. بعد كل التعب ده ومجهود والدراسة وكلية قمة تشتغل كاشير؟ حرام عليك تعبك والله، لا اله الا الله. هو عموما الشغل مش عيب، بس يعني مستغرب بصراحة حضرتك. طبعا كلنا بنتعرض للموقف ده كتير جدا 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 جدا. في حياتنا. فيعني الناس بتستهتر بشغل الناس او طريقة شغله او هو بيشتغل ايه او الكلام ده كله، مع اننا لو ركزنا شوية هنلاقي ان لو كل حد بيشتغل في مكان هو ربنا كاتب له ان هو يشتغل في المكان ده. ولو ما كانش موجود فيه بالظبط، كان هيكون الدور المهم ده راح. يعني كل واحد يسر لما خلق له. هو بيشتغل في حاجة معينة، كونسبت معين هو مهم فيه جدا يعني. صح. يعني كلنا بنقعد نتعرض لنقد وتريقة أو تقليل. على فكرة أيا كان الشغل ده إيه، حتى لو حاجة جامدة، دايما الناس بتطلع القطط الفطسانة في الموضوع. بالظبط. مع إن على فكرة الشغل مش شرط خالص يكون مرتبط بالدراسة. يعني عادي إن أنت تكون درست حاجة واشتغلت حاجة تانية، المهم إن أنت تكون ناجح فيها ومستريح وراضي عن نفسك، دي أهم حاجة. دي حاجة مهمة جدا. وفي حاجة تانية برضو مهمة، ان الناس بتستهتر او بتقلل بشغل الناس مثلا. فهو ما يعرفش مثلا هو بيعاني قد ايه في الشغل اللي هو بيشتغله ده. مثلا مثال زي الكاشير اللي احنا عملناه دلوقتي، هو ده في معاملات حسابية شغال عليها، فلوس بيعدها، الكلام ده كله. فهو محتاج ان هو عينه في وسط راسه حرفيا في كل الحاجة اللي هو بيعدها. مثلا هو بيشتغل 8 ساعات، فهو ال 8 ساعات مثلا هو مركز في ديتيلز معينة المفروض ما تطلعش وتخرج بره ايده، ان هو مثلا يدي فلوس زياده او يقلل فلوس. او مثلا سي دلوقتي الناس بتدفع بي او اس اللي هي ماكينه الدفع الفيزا يعني. فانت ممكن تكتب مثلا بدل ما تكتب 130 تكتب 1130. صح. انت هتعمل مشكله. فهو شغله دايما محتاج تفاصيل وتركيز عالي جدا. ويمكن دلوقتي مثلا احنا حاطين سبوت عشان ذكرنا مهنة الكاشير. في مهن تانية كتير بجد تفاصيلها كتيرة جدا جدا وتبان بسيطة، بس التفاصيل عميقة جدا، واحنا ممكن نستهين ونتريق كده ونجرح حد في لحظة. بالظبط. ويعني مثلا نضرب مثال تاني، مثلا مهنه الكول سنتر. الكول سنتر مثلا ده كاستمر سيرفيس. تخيل كده احنا ايه ده، انت شغال كاستمر سيرفيس. تخيل كده انت بقى شلنا كاستمر سيرفيس من كل حاجه في الدنيا. تخيل انت بقى مثلا الراوتر لو عطل هتعمل ايه مثلا. والله النت بقى مهم واساسي بالنسبه لك. فانت بتكلم الكاستمر سيرفيس قالوا النت واقف، طب معايا يا فندم وراستر الراوتر والحاجات اللي هم بيراقبوا دي كلها. وفي الاخر لما بيطلع عطل بيوصل العطل ده بالشخص اللي هو المعين او الفني ان هو يجي يصلحه. تخيل بقى المهنه دي مش موجوده مثلا، فانت هتعمل ايه؟ وشفت برضو حديثا طلع اللي هو مدربين السباحة بتوع الأطفال الرضع. كتير برضو ناس طلعت اتريقت اللي هو ايه ده، انت نازل مع أطفال وبتعلمهم. مع ان على فكرة مهنة زي دي ليها جانب إنساني مهم جدا، ان هو ممكن يخلي طفل رضيع ينقذ نفسه لو لا قدر الله وقع في البسين وهو لوحده، ويعني ينقذ حياة عيلة كاملة. كان ممكن مثلا يعني لو في حاجة حصلت للطفل ده الدنيا كلها تبوظ عندهم. بالظبط. فبلاش نستهتر ونستقل بشغل اي حد مهما كان هو ايه دوره مهم. ومفيش حتى يعني انا بعترض على كلمه من اقل حاجه لاعلى حاجه. كلنا دورنا مهم، كلنا دورنا فعال، وكلنا دورنا ده لو مش موجود هيحصل خلل في المجتمع. هو انا عارف ناس عملت كتير قوي شفت كارير، مع ان هم يعني من ضمنهم مهندسين وحاجات وناس كتير جدا جدا. يعني اشتغلت مع واحد منهم فتره، او كنت بتدرب تحت ايده في مكان يعني. كان مهندس معماري او كان اتصالات، مهندس اتصالات، وعمل كارير شيفت للاتش ار والهيومن ريسورسز والكلام ده كله. الراجل ده في حته تانية دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليه بجد، لانه هو شاطر في الحته دي. مع انه واحد ممكن حد يجي له بعد 5 سنين في هندسه وتعب ومش عارف ايه، وعملت كارير شيفت ورحت يا اخي بقى. صح. فلا الناس لما بتستهتر بفكره كونسبت شغل حد، هو مع احترامي هو ما بيحترمش نفسه اصلا. صح. لسبب انت كده يعني هو اكيد اتعرض للموقف ده، فانت اتضايقت منه. فما تضايقش حد من اللي هو اتحط في نفس الموقف اللي انت اتحطيت فيه. دي حاجه مهمه جدا. وكمان دلوقتي الفرصه زادت في حته الكارير شيفت، او ان انت بتعمل حاجات لسبب انت عندك مهن كتير اتخلقت دلوقتي. فاللي هو والمهن دي ما كانتش هتبقى معروفه لولا ان الناس عملت شيفت كارير من مكانها لمكان تاني. فلا عمرك ما تتقلب شغل حد. دي حاجه مهمه جدا. عشان كده اللي عايزين نقوله النهارده ان انت مهما تعرضت للنقد
مهما حد استهتر او قلل، خلي عندك ثقه في نفسك. المهم تكون بتعمل اللي بتحبه واللي انت مستريح فيه وناجح فيه، دي اهم حاجه. اهم حاجه مستريح نفسيا. ايوه طبعا جداً. ان انت ترضي نفسك اولا، بعدين نبقى نشوف الناس، لان الناس كلامهم كده كده عمره ما يخلص ولا هينتهي مهما كان انت بتعمل ايه. المهم ترضي نفسك اولا، ولا اقول لك ترضي نفسك اصلا وبس، مش مهم الناس. بالظبط. وبالمناسبه قبل ما نختم الحلقه يا مريم، نحب نقول المثال الشهير جدا: ضحى في الاخر شال الحمار يا جماعه عشان يرضي الناس. فالحمد لله، وكل واحد يركز في شغله، يحب شغله، ملوش دعوه بكلام الناس. وايه يا مريم، حاجه مهمه جدا نسينا. نفسك اولا. بالظبط، نفسك اولا. وما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، عشان الحاجات دي كلها مهمه. وما تنسوش تقولوا موقف حصلت ليكوا في موضوع الشغل ده مثلا، او حاجه او موقف حياتيه حصلت، او موضوع عايزيننا نتكلم فيه. كل ده يهمنا، ويهمنا نعرف ايه في الحلقات طبعا. فما تنسوش تعملوا كده. باي باي. باي باي.